سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بنقترح لكم واحد تشيز كيك ذوق الحامض، كيجي زوين بزاف منعش في هذا الصيف هذا. ضروري كنبغيو باش نبردوا. انا جبت لكم طريقه سهله بسيطه ان شاء الله تجربوا يعجبكم تشيز كيك ديالي. بالنسبه للمكونات عندي نص لتر ديال الحليب، حليب عادي. غادي نحتاجو كاس ديال الماء، غادي نحتاجو كاس ديال الماء ديال الدقيق ابيض، نحتاجو واحد فاني وقشور ديال الحامضه، غادي نحتاجو سنيده 5 معالق كبار، ونحتاجو بيضه كامله، ونكهه ديال الحامض حتى هي ضروريه باش تعطينا ديك النكهه ديال الحامض، ذوق الحامض. يلا ندوزو الطريقه. غادي نوضع في كاسرون مكونات مع بعضياتها كامله. غادي نديرو هنا الحليب نسيطرو كيف قلت لكم، وغادي نديرو هنا كاس ديال الماء، نزيدو سنيده 5 معالق كبار، غادي نديرو بيضه، كذلك الفانيلا باش نسمو بها الكريمه. قشور الحامض خديت شويه حتى شويه انا نضيف الاخر باش ما تجيش حاره عاوتاني. غادي نخلطو مزيان بارد في بارد. غادي نوضع كلشي فوق النار. درت غير شويه ديال الحامض باش نسمو به الكريمه ديالنا. غادي نضيفو الدقيق دابا شويه بشويه ونخلطو. من الاحسن تصفيوه البنات كيف انا درت، صفيتو عاد درتو في الكاسرونه باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الطحين. فهمتوا البنات؟ كريمه سهله وكتجي لذيذه. هادشي كيك راه كيجي ساهل حتى هو ولذيذ. المهم غادي نخلطو، غادي نصفيه، غادي نديرو نعاود نحطوه في الكاسرونه عاوتاني. ديك الساعه نديرو فوق النار على نار متوسطه، نبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط تولي كريمه. راني كنخلط هنا البنات، بقاو تحركوا غير بشويه بشويه حتى يعقد لكم الخليط يولي كريمه. صافي هنا بعد ما عقدنا الخليط شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيولى القوام ديالو. غادي نوضعوه هنا في اناء، غادي نغطيه بالسلوفان، نديروه في الثلاجه حتى يبرد مزيان ويتماسك البنات. دابا غندوزو للبسكويت، الطبقه الاولى ديال البسكويت. عندي هنا 200 غرام ديال البسكويت، نوع اللي بغيتو نتوما. درت صابلي، عندي 200 غرام. غادي نطحن، غادي نضيف معاه 60 غرام ديال الزبده، 60 حتى 70 غرام. نبقاو نحركوه حتى نحصلوا على خليط تيبدا يجمع لنا. زعما يبدا يجمع لكم البسكويت. صافي دابا ديك الساعه غادي تحبسوا. غادي ناخذوا اطار، درت انا بالنسبه للقياس درت 24 سنتيمتر. غادي نقادو مزيان نقادو مزيان الجوانب باش تجيكم طبقه متساويه. غادي ندوزو بالكريمه بعد ما بردات مزيان. ضفت لها 2 بيري ومعلقه ديال الزبده لون ديال الفاني ومعلقه زبده كيف قلت لكم. غادي نخلطو مزيان. الا كان الفرماج متوفر عندكم ديروه. غادي نديرو 2 معالق ديال السكر كلاصي حتى هو معاهم باش تجي كريميه. غادي نخلطو مزيان بالطرابه البنات حتى تحصلوا على كريمه. غير خليو الكريمه تبرد مزيان مزيان. صافي دابا غادي ندير فوق الطبقه ديال البسكويت، غادي نقادوها مزيان. غاديش نفينيوها البنات تدوز ليله كامله، نخليوها في المبرد. المهم ما نحرقوش المراحل. صافي دابا نقادها، غادي نخليها في الثلاجه بعد ما دازت ليله كامله. انا عاد نحضر معكم الطبقه الفوقانيه. غادي هنا كاس ديال الماء، غادي نضيفو شويه ديال النكهه ديال الحامض، غادي نضيفو فلون ديال الفانيلا، غادي ندير 5 معالق ديال السكر سنيده او 4 حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. المهم كتجي هي هذيك. غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الدقيق البنات. غادي نخلطو مزيان تحيدو ديك الكويرات ديال الطحين. غادي ندير فوق النار متوسطه، نبقى نحركو مزيان حتى تولي كريمه. هنا ثاني دار قلت لكم 5 معالق كبار غادي نضيفهم.
المهم بعد ما درتو في البوطه نبقى نحركهم بشويه تيتعقد لينا الخليط يولي كريمي. غادي نضيفو فوق هذيك الطبقه ديال الكريمه، ولكن ماشي ديروا مباشره حتى تبرد لكم، تخليوها ليله كامله او 5 سوايع كاع على الاقل تحسوا بها بلي زعما الكريمه راه نشفات وقطعت. عاد ديك الساعه ديروا الكريمه من الطبقه الفوقانيه. المهم راكم عارفين خص ضروري برد الطبقه الاخرى باش ندير فوقانيه فوق منها. صافي غادي نقادو مزيان هنا الجوري ديالنا. صافي غادي نخليها في الثلاجه حتى تماسك مزيان. ديك الساعه غادي نزينو باش ما بغينا. وبصحتكم وراحتكم البنات، وما تنسونيش بلايك وبارطاج عافاكم. انا بعد ما خليتها في الثلاجه حتى تماسكات، ما تضربوش على البنات، خليوها تبرد في خاطرها باش تجيكم هي هذيك. غتبعوا الطريقه راه سهله. البسكوي ما تخليوش ناشف البنات، الا احتاج الزبده زيدوه الزبده حتى تحصلوا على عجينه في يديكم تتجمع. ديك الساعه تكملوها. ايوا هنا بعد ما كملتها انا حطيتها في طبق التقديم ديالنا. راه كتجي زوينه ولذيذه. غادي نقسم معكم واحد الطريه باش تشوفوا كيف جات. نخليوها تبرد البنات لحد دابا الصاد داكشي علاش كتبقى فهمتوا. ها هي كيف جات زوينه. ما تنسونيش بلايك وبارطاج عافاكم البنات. شاركوا مع الوصفه مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل فائده، وشي كومونتير زوين جربوها وردوا عليا. ان شاء الله تجربوها تعجبكم، وغير تبعوا طريقه التحضير ما تضربوش الفيديو. دير ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.